السلام عليكم. طبعا من اهم الحاجات الاساسيه في اي عربيه مانيوال هي الفتيس اللي مربوط بالدبرياج. طيب ايه هي الفايده بتاعت الفتيس او الدبرياج، او بمعنى اصح النهارده هنتكلم على الاسطوانه والديسك بتاعت الدبرياج. هو عشان نقدر نفهم المنظومه عامله ازاي، احنا عندنا الموتور بيقدر يطلع طاقه حركيه، والطاقه الحركيه دي المفروض اللي هي بتقدر تنتقل الى العجلات اللي بتمشي العربيه. المنظومة بقى اللي بتربط المنظومة اللي طالعة من الموتور للمنظومة اللي تربط العجل هي الفتيس. وبالتالي الفتيس اللي هو نقل الحركة بيبقى فيه دبرياج عشان يقدر يخلي لك العملية سلسة وسهلة في توصيل الطاقة دي من خلال التحكم الدقيق في تبديل التروس لو انت عربيتك مانيوال. والكلام ده كمان موجود في العربيات الحديثة اللي هي ثنائي التعشيق اللي بتبقى فيها دبرياج. لكن لما نيجي نتكلم على الدبرياج فهو بيقدر بقى يفصل لك قوة الموتور دي عن العجلات لما تيجي تضغط او تضغط على الدواسة بتاعته عشان تقدر تبقى فيه سلاسة ما بين نقل اللفة بتاعت الموتور للعجل. طيب الترس اللي طالع من المحرك على طول ده اسمه الفلاي ويل، بيسموه الفلاي ويل، وده اللي بيبقى عليه الاسطوانة بتاعت الدبرياج. وده يعني بيقدر يخليها برضو اسم تاني اسمه القابض. طيب الديسك هو بقى القرص المعدني اللي بنشوفه فيه سنون معدنية بتفتح وتقفل عشان تقدر هي اللي تحكم الاتصال ما بين الترس بتاع الفلاي ويل اللي طالع مع الموتور، ويقدر يخليه يلزق في ناقل الحركة بتاعك اللي هو الديسك او الجير بوكس. طيب من ابرز العلامات اللي هي تقدر تقول لك ان في مشكله عندك في الديسك والاسطوانه، لو انت عندك هزه كده او رجرجه بالعربيه لو انت لسه بتبدا تطلع بيها، خصوصا كمان لو لقيت معاك تقل في دواسه الدبرياج مش سلسه زي ما انت متعود بيها، هتلاقي فيها تقل. فدي بيبقى فيها علامات ان في ديسك عندك بايظ. وبرضه بتحس كده ان في تخبيط امامي في الاجزاء اللي قدام الدبرياج. طيب الاسطوانه برضو لو انت عندك صوت الموتور بيبقى عالي لو انت بتسير على سرعات عاليه، فبرضو دي ممكن تقول لك ان الاسطوانه عندك فيها مشكله. الطقم كله بيتباع دلوقتي يعني في المجال الاقتصادي الخفيف من بدايه من 1300 جنيه وبيوصل لحد ال 1900 جنيه على حسب نوع العربيه وعلى حسب طبعا البلد. يعني مثلا طقم الدبرياج الافيو اللي هو الفاليو كوري بيعمل 1695 جنيه، يعني 1700 جنيه. الدبلاش مثلا للكروز ال 2010 اللي هي ما فيهاش بليه الفاليو كوري برضو عامله 1650 جنيه. فدي كانت لمحه سريعه بخصوص اسطوانه وديسك الدبرياج.